لو لسه ما جربتيش ايس كريم الكيس اللي بالمنظر ده، تعالي بقى النهارده هنعمله مع بعض. طريقه سهله جدا لذيذه جدا، طعمها تحفه، ولو عملتيه مره الكل هيطلبه منك كل مره. يلا بينا كده نعمل مع بعض الوصفه، ويلا نبدا بسم الله. هنا معايا قالب من الشوكولاته وزنه 200 جرام. هاخده كده اكسره كده احطه في بوله، وبعدين اخده اسيحه على النار. فهيبقى بالطريقه اللي تعجبك، سواء هتحطيه في كيس وتحطيه على حمام بخار او بالطريقه اللي تريحك. جبت بقى الخلاط وحطيت فيه كوبايه من الكريم شانتيه، ومعاها كوبايتين من اللبن، ومعايا هنا كوبايه من السكر الحبيبات. ممكن تستبدليه بسكر بودره عادي جدا، مفيش اي مشكله. معايا هنا نقطتين من الفانيليا، ومعايا معلقه من الكريمه. هضربه بقى كده ضرب متقطع. لو انت حابه بقى ان انت تعمليه في الكبه مفيش اي مانع، في الكبه او في الخلاط، او ممكن بالمضرب اللي بتستعمليه المضرب اليدوي عادي جدا. خلاص هنا القوام بتاعي كده بقى بالشكل ده. هجيبه بقى كده واركنه على جنب، واجيب كده الشوكولاته اللي انا سيحتها بالشكل ده، وهبدا اجيب الاكياس معايا. الاكياس دي متوفره عند اي حد بيبيع مستلزمات اللي هي الاكياس بتاعه التفريز وعلب تغليف الطعام. جبت بقى الكيس وحطيت بقى معلقه شوكولاته، معلقه واحده بس في كل كيس، حطيناها وفردناها بالشكل ده. لو لقيتي الطريقه انها صعبه معاكي شويه، ممكن تجيبي كيس حلواني وتمليه بالشوكولاته وتفرغي في الاكياس زي ما انت شايفه في الفيديو كده بالشكل ده، وتفرديها كده. بقت معانا بالشكل ده. وبعدين بقى اجيب الخليط اللي انا عملته، حطيته كده في الكيس الحلواني، وابدا ان انا اصب في الاكياس واحده واحده اهي بالشكل ده يا جماعه، لحد ما اخلص الاكياس كلها. هخلص بقى كده الكميه بتاعتي كلها، بقت بالشكل ده. هعملها بقى كده واقفه كده في كوبايات، او ممكن اعملها في طبق واسع كده اهو، واقفه كلها مع بعضها مره واحده، واحطها في الفريزر كده ليله كامله علشان تجمد معايا. ممكن بقى لو انتي مستعجله عليه هتعمليه من الصبح وتاكليه كده على العصر، يعني هيبقى جاهز معاكي. وصفه لذيذه جدا، ويعني ممتعه جدا في الصيف، والاولاد هيحبوها، جميله جدا، جربوها. بقت معايا بالشكل ده. هتقدري توقفيها كده بالطريقه اللي انت عايزاها وتحطيها في الفريزر، هتاخد معاكي يا دوب ليله كامله بس. بعد كده ما طلعتها يعني كده حطيتها ليله كامله في الفريزر، بقت بالشكل ده يا جماعه. طعمه لذيذ جدا، لو عملتيه مره مش هتستغني عنه ابدا، والولاد هيحبوه. لو وصلتي معايا لحد اخر الوصفه، لايك وشير وسبسكرايب. اكتبي لي كده في الكومنتات الوصفه عجبتك ولا لا، وتابعيني قناتي وتابعي قناتي كده يوميا، هنزل لكم وصفه. باي باي باي. باي.